وهي القلعة بالطرف الثاني من الوادي. هي بقايا السور. الصعود للجبل كان يعني مهمة قاسية جدا على من يريد احتلال القلعة. واللي بقى موجهة عليها تمام فن عمارة مرعب في هذا البرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الكرام. فيديو جديد ومكان جديد رح يحله بإذن الله. بهذا الفيديو رح يعجبكم بكل معنى الكلمة. قلعة صلاح الدين، مدينة اللاذقية، الأماكن الجميلة بالساحل السوري. حاليا نحن واقفين على طريق الإنفور. هذا الطريق طبعا اللي كان بده يسيطر عليه النظام بأي شكل من الأشكال بيوصل حلب باللاذقية بسهل الغاب، بمر بسهل الغاب بالطريق إلى مدينة اللاذقية، وهي وراي مباشرة جسر الشاغور. المشاهدين الكرام اللي موجود أو متحذر من هاي المدينة أو من سكان هاي المدينة يخبرني بالتعليقات. خلونا نشتري لنا سندوتشتين فلافل. هاي ملك الفلافل بجسر الشاغور، عم يحط لنا مسبحة المعلم، ما شاء الله عنده عجقة كثير كبيرة مخلل مع الملح. هلا عم يحط الفلافل. الله يعطيك العافية. أنا بمنطقة التفاحية على طريق الإنفور اللي واصل بين طبعا حلب إدلب وسهل الغاب وبين اللاذقية، وهذا جسر وراي عليه سكة قطار قديمة جدا كانت تنقل سيارات، تنقل نفط، موجودة على طريق الإنفور. وحاليا هذا الطريق النزول لقلعة صلاح الدين. شايفين شلون الطريق شوي هيك صعب والبوع قاسي، بده واحد ينتبه بالروحة وبالرجعة، ولكن طريق خلاب جدا. وهي القلعة بالطرف الثاني من الوادي. هذا الوادي سحيق جنب القلعة كان طبعا هو عبارة عن درع لحماية القلعة من الأعداء. الصعود للجبل كان يعني مهمة قاسية جدا على من يريد احتلال القلعة. حاليا بلشنا بالصعود باتجاه القلعة. بده واحد يركز ينتبه منيح، إذا اجى سيارة تانية بوشه يعرف يتصرف. قلعة صلاح الدين، وهي وصلنا لقلعة صلاح الدين، إحدى القلاع الكبيرة والتي ما زالت محافظة على جمالها حتى الآن وشكلها ورونقها. جولة إلى داخلها إن شاء الله. الدرجة شوي طويل لفوق، في عدد تقريبا شيء 200 درجة لحتى توصلوا عند الباب الرئيسي تبع القلعة. أنا بدي أتشكر القائمين على قلعة صلاح الدين اللي سمحونا نصور يعني اليوم جماعة وجبناهم لجماعة. حاليا نتشكر القائمين على مديرية أثار والمتاحف. مثل ما كنتم شايفين 141 درجة لحتى توصلوا للباب الرئيسي. الدرجات من تحت، بعدين توصلوا لهونيك، بعدين تطلعوا لهون، وهذا الباب الرئيسي لقلعة صلاح الدين. حاليا وصلنا لقلعة صلاح الدين، نحن بالبحر الرئيسي تقريبا، ومعنا الأستاذ زهير. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. تعرفنا عن حضرتك؟ أنا اسمي زهير حسون، أنا مساعد مهندس هون بقلعة صلاح الدين. أولا أنا حابب قبل ما نبلش الفيديو بدي أتشكرك وأتشكر كل القائمين على طبعا مديرية أثار والمتاحف بدمشق وبكل المحافظات السورية على التسهيلات الكبيرة اللي عم توفروها للإعلاميين. طبعا كمان نحن بنوجه الشكر للأستاذ محمد حسن اللي تعاونوا معنا بأنه سمح لك بالدخول ووافق على التصوير. يعني شكر خاص للأستاذ محمد حسن مدير أثار اللاذقية. نعم. وللمسؤولين بوزارة الإعلام مديرية الإعلام والأخ نور الدين. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. ممكن تعطينا لمحة عن القلعة؟
نعم تكرم. طبعا تاريخ القلعة هون بيعود للقرن الرابع قبل ميلاد السيد المسيح. طبعا أقدم ذكر القلعة عبر التاريخ في عام 333 قبل الميلاد، لما الإسكندر المقدوني هاجم الشرق. مؤرخ الحملة آريين مع الإسكندر طبعا كاتب مقطع صغير، بروغراف صغير، إنه وصلنا إلى حصن يدعى سيغون وهي تتبع لسلطة جزيرة أرواد. هذا أقدم ذكر عبر التاريخ. طبعا أقدم المباني اللي بقيت في هذا المكان ومحافظة على وضعها حتى الآن إنشائيا ومباني هي تعود للقرن العاشر ميلادي، 975 ميلادي تماما. طبعا القلعة البيزنطية هي اللي بالنص. المنارة البيزنطية بتتوسط القلعة، أعلى نقطة بالقلعة كانت تستخدم بإشعال النار فوقها لإعلام الحصول الأخرى. سور بيزنطي بحجر صغير أمام القلعة. طبعا عند الجهة الغربية هي الجزء المنخفض من القلعة، طبعا بيتميز بوجود كنائس فيه كان للسكان المدنيين، طبعا معزول بخندق مقطوع طوله حوالي 65 متر. طبعا كمان في معصرة زيتون متكاملة الأجزاء وبقايا لقصر بيزنطي بالجهة الجنوبية. طبعا بالجهة الشرقية هون جنب هالبرج رح نشوف بقايا لسور بيزنطي، طبعا هو بالحجر الصغير، طبعا واضح كثير. نعم. ومختلف تماما عن الحجر الكبير الصليبي. طبعا وجنب حجر صغير هو للعصر البيزنطي. البيزنطي تماما يعني. الحجر الكبير، الحجر الكبير العملاق شايفينه يعني هو صليبي، هو فترة صليبية. طبعا هذا سور ثاني من الجهة الشرقية. بقايا السور الأول موجودة في الاسطبلات، والاسطبلات قامت على أنقاضها. طبعا هون في ساحة نحن عاملين فيها أعمال تنقيب معباسي فرنسي من حوالي 18 سنة. طبعا بين هون معنا أنقاض مباني تعود للحقبة البيزنطية. نعم. طبعا الصليبيين احتلوا مدينة اللاذقية عام 1108. طبعا وصلوا لقلعة صلاح الدين. طبعا القلعة محاطة بالوديان من ثلاث جهات. بقيت الجهة الشرقية متصلة مع الجبل. وكان البيزنطيين نعم عند المسلة الحجرية. كان البيزنطيين بدأوا شرعوا بأعمال حفر، كان حافرين حوالي 5 أمتار عمق. فالصليبيين شو عملوا؟ استكملوا القطع للجهة الشرقية للخندق وكملوا حوالي 23 متر حتى صار العمق كله 28 متر. طبعا شالوا الحجر من هونيك وصارت القلعة معزولة. تركوا مسلة حجرية تتوسط الخندق، هي عبارة عن كانت المدخل الأساسي للقلعة، وعبارة عن جسر خشبي متحرك للجهة الثانية، حيث المدينة في الجهة الشرقية للمدنيين. طبعا أخذوا الحجر من الخندق وبنوا الأبراج اللي شايفينها 1 2 3 أبراج دفاعية بنفس من الخندق، أحجارها من الخندق. نعم. طبعا هي أبراج دفاعية صليبية. طبعا البرج الثالث تحت منه قبوات تحولت إلى سجن وزنزانات. جنب منه راح تشوف خزان مي صغير سعته 2500 متر مكعب. اسطبلات للخيط على أكثر من 300 حصان. طبعا البرج الأخير اللي موجود هناك هو برج الملك أو برج القيادة، برج الحاكم. طبعا مبنى مؤلف من طابقين. طبعا الحجرات عملاقة، 5 طن 7 طن 8 طن 10 طن. نعم الحجر الواحد. راح نشوف بعض المباني بجنب الباب الرئيسي للقلعة. طبعا صلاح الدين وصل إلى المكان هون عام 1188 ب 26 تموز. طبعا حاصر القلعة لمدة 3 أيام. الظاهر الغازي ابن صلاح الدين هو من دخل على القلعة من الناحية الجنوب الغربي. ترك حكم هون كان اسمه ناصر الدين منغوريس وابنه ظفر الدين عثمان. حكموا القلعة من عام 1188 حتى عام 1260 دخول المغول. طبعا أضافوا للقلعة هون جامع ومدرسة كتاب لتعليم القرآن، بالإضافة إلى القصر الأيوبي والحمامات في الداخل. طبعا سلمت القلعة للمماليك تسليم نهائي عام 1287. اسم القلعة عبر الزمن هو سيغون ثم سون ثم صهيون. الصهيون تعني البرج المرتفع أو الجبل العالي. طبعا الحكومة السورية في عام 1957 غيرت الاسم إلى صلاح الدين الأيوبي. 1957 إلى صلاح الدين الأيوبي. طبعا الخندق المقطوع اللي تحت نسينا يعني محكينا عنه. خندق قطع يعني حفر بزميله المطرقة. طبعا يعني طوله حوالي 158 متر وارتفاعه 28 متر وعرضه يتراوح بين 14 إلى 20 متر. لحاله هذا عمل عظيم كثير. والمسلة المتروكة بالنص يعني هي حكاية للقلعة وهي علم لهون للمنطقة. نعم. معروف المسلة يتم سند الجسر. طبعا هي مسند للجسر الخشبي المتحرك. هون صار في أعمال تنقيب. طبعا مبينة بقايا المباني البيزنطية الموجودة بالساحة. هون كانت تلة بعثة فرنسية. نعم بعثة فرنسية حوالي 15 سنة تقريبا، من 15 سنة تقريبا أكثر، مش 18 سنة. نحن وصلنا على الخزان مي صغير. طبعا خزان صليبي طوله حوالي 26 متر وعمقه 9 أمتار. يتسع سعته التخزينية حوالي 2500 متر مكعب من المي. مياهه كلها تجميع أمطار. في فتحة بالنص من نص الخزان، هي عبارة عن فتحة للتنظيف بشكل أثناء عمليات تنظيف. كل المي بتتحول على الفتحة هي بشكل نهائي. المبنى اللي نحن فيه الآن هو مبنى الاسطبلات. مبنى الاسطبلات مبنى حلو كتير. أكثر شيء بيميزوه إنشائيا العقود الرباعية المتصالبة، الفتحات اللي هي عبارة عن أقفال للعقود، إنارة وتهوية كمان. المكان من حوالي 20 سنة بال 2006 مكان مثل ما شايفينه اليوم. المكان كان كله مستوي 100%. طبعا اجت البعثة الفرنسية للتنقيب هون. منسوب التربة واضح هون، لها النقطة حوالي 1.30 سم. قاموا بترحيله من أحد الفتحات الموجودة هون جنب السور.
طبعا بين معهم هون بقايا السور البيزنطي القديم يلي هو الأول. هاي بقايا السور. راح نشوف هون بقايا لبرج. هذا ما كان مكتشف. هذا ما كان مكتشف، هذا اكتشف مع البعثة الفرنسية. طبعا هاي السور الأول بيزنطي الدفاعي، وشفناه ورانا هو السور الثاني. هاي بقايا هون لبرج بيزنطي الدفاعي، وطلقات سهام واضحة كتير، بالإضافة لبعض المتاريس باتجاه الشرق. كل حجرة مسقوبة هون مثل الثقب هاد وهونيك. راح نشوف انه هذا كان مربط للخيل. اكثر شيء بيميز الاسطبلات انه مرابط الخيول الموجوده فيها. مثل ما نكون شايفين هون بفوت الحبل من هذا الطرف بيطلع بهذا الطرف، هو مربط الخيل. ولا ربما كانت حلقات معدنيه ونربط فيها اكثر من حصان. هي ايوه تماما هيك كان السيستم يعني. بالجهه الشرقيه للسور اللي بعد الاسطبلات مباشره في عندنا 3 ابراج دائريه متقدمه دفاعيه، كل واحد بيتميز بطلاقياته المنتشره على 180 على زاويه 180 درجه. طبعا شكل الطلاقيات متغير، ومن حفرة الحجر يلي فيه معمولة منه الطلاقية بهالشكل هاد، فصار الجندي اللي بده يوقف هون بإمكانه يرمي بشكل أسهل، بإمكانه كمان يشوف الحيط يلي من تحت، كعب الحيط يلي من تحت، حتى في بإمكانه يشوف يعني أي تسلل أو أي شيء. طبعا هلا المقاتل على رح يجرب إنه يشوف تحت، بين عليه الطريق من تحت يعني حتى كعب الحيط. أنا بكشف الأعداء هن ما بيقدروا يصيبون أبدا. تماما. طبعا عندنا 3 أبراج معمولة بنفس الطريقة هون بالسور الشرقي، وهي عبارة عن أبراج دفاعية متقدمة ودائرية. برج القيادة أو برج الحاكم الصليبي، طبعا البرج على الخريطة على البروشور رقم 8، مبنى مؤلف من طابقين، طابق أول طابق خدمي وطابق ثاني قاعة اجتماعات. أكبر حجرات موجودة بالقلعة هي موجودة بهالبرج، 5 طن 4 طن 7 طن. فوق الشباك اللي هون قرب على، خلينا نعد من دعميك الحجر فوق الشباك، 1 2 3 4 5 6. المدماك رقم 6 راح نشوف أكبر حجرة موجودة هون، طولها 4 أمتار وارتفاعها متر وعرضها متر، تزن حوالي. هي أكبر حجرة موجودة هون بالقطاع هذا الشرقاني. بالغرب في حجرة أكبر منها، طبعا هي مرفوعة لفوق مثل ما شايفين، وحتى يمكن بالخندق هي مرفوعة تماما، لأنه معظم الحجر اللي إجا من هون من الخندق. هي بتزن 10 طن. طبعا أكثر شيء بيميز هالبرج هاد سماكة جدرانه لهالبرج. عندي سماكة الحيط هون، طبعا نحن قايسين على المتر، 4 أمتار و85 سم. عندي هون فوق راسها تماما هي فتحة، البعض كان يفكر انه هي مكب للزيت، لكن الحقيقة هي من خلال قياساتها المنتظمة الموجودة هون ومعمولة هون على شكل حرفتين، بتأكد انه هون كان في باب سقاط حجر بينزل للإغلاق بإحكام بشكل نهائي. وطبعا هون راح نشوف كمان باب خشب ثاني وله دقار هون، ونحن بنقول هون لهي الحفرة الموجودة هون هي زعرورة الباب اللي كان يركب عليها الباب الخشب، وهي الدقار هون كان يدخل بالحيط شي 2 3. كلها هي عبارة عن وسائل حماية إضافية إلا البرج الملك أو برج القيادة. طبعا الطابق الأول من برج الملك كله بيستند على العمود الموجود بالنص. أكثر شيء هون بيميزه للمبنى هذا فن العمارة الموجودة، العقود الرباعي المتصالبة والحجرة اللي على شكل شارة الصليب الزائد يعني تماما، والإضاءة موجهة عليها تمام. فن عمارة مرعب في هذا البرج تماما. نحن هون قايمين بأعمال تنقيب وترحيلهم. طبعا بين هون معنا بقايا لبعض المباني اللي بتعود للحقبة. هون بقايا لبرج دائري بالزاوية، هذا بيعود للحقبة البيزنطية. هاي الحيطان هاي ما مبين تاريخها بالشكل الدقيق يعني كتوثيق يعني مشان نكون الأمانة صادقين يعني. طبعا هذا الطابق الأول هو طابق خدمي لخدمة الملك، والطابق الثاني هو قاعة اجتماعات. تفضل انطلقوا. يعني الملك كان يطلع تحت الدرج. والملك كان يطلع الدرجات، بس اكيد كانوا الشباب يحملوه في هذاك الزمان. طبعا احلى قاعه موجوده هون هي القاعه، هي الطابق الثاني من برج الملك. راح نشوف العمود هون يلي شايل السقف بالكامل، هو عباره عن حجره طولانيه حجره عرضانه، حجرات عملاقه جدا يعني. نحن طالعين فارغي الايدي ووصلنا لهون تعبانين. فبقى شيلك عن التعب يلي صار لوصل هالحجار لهون. طبعا هي القاعه عباره عن كانت قاعه اجتماعات للحاكم، بالاضافه وجود بقايا هون لجزء من غرفه اللي ربما كانت للاستراحه. من هالشباك هاد باتجاه الجنوب راح يبين معنا خط الدفاعي والابراج الدائريه كنا بواحد منها. طبعا هي سطح الاسطبلات وسطح خزان المي، هونيك خط دفاعي مقابلنا. طبعا الخط الدفاعي هذاك بحاجه للترميم، وبرج الزاويه الدفاعي هونيك بحاجه لترميم بشكل فوري. هل تاثرت بالزلزال؟ متصدع هذا السور داخليا. البرج الزاوي الدائري اللي شايفينه من هون طبعا متصدع من فوق لتحت، في 3 صدوع من راسه من فوق للقاعده. طبعا نحن هون كان متصدع، طبعا فكينا وركبنا السنه الماضيه والامور كويسه بالجهه هي صارت. الغرفه بالطابق العلوي من برج الملك يلي مبين هون هي غرفه باب السقاط، ومبين قديش انه منتظم. ليس هذا عباره عن مكبات زيت مختلفه بالتصميم عن هذا
الفتحات تماما. طبعا محافظ على قياسه 100%. حتى هون الحجرة محفورة من أجل الرفع لربما ببكرة أو شيء باب السقاط، معمل له تحت مسند على شكل التي. من هون صورة أخي على مبين المنارة البيزنطية أعلى شيء، سور بيزنط الأول، واجهة المقرنصات الموجودة هون هي قصر السلطان الأيوبي ومأذنة الجامع يلي مبينة لنا هيك. وصلت طبعا تعبان شمس قوية، وصلت لسطح برج الملك. هذا هو سطح برج الملك في قلعة صلاح الدين الأيوبي. هذاك برج المراقبة أعلى شوي، وعندنا هون الخندق والمدينة التي كانت مجاورة لقلعة صلاح الدين. بيفصلها عن القلعة هذا الخندق، وهذا البوابة أو مكان إمداد الجسر أو مد الجسر حتى يمنع الأعداء القادمين من تلك المنطقة بالدخول إلى القلعة. هون كان ينزل الملك، ملوك أو حكام قلعة الحصن بالفترة البيزنطية. نحن الآن على بوابة القلعة الأساسية، البوابة البرجية الشرقية. من هون مبين علينا الخندق المقطوع، طوله حوالي 158 متر وارتفاعه 28 متر. النقطة اللي نحن فيها كان في جسر خشب بيوصل للجهة الثانية، والعمود الموجود بالنص العمود الحجري هو المسلة الحجري، هي كانت ركيزة الجسر واصل على الجهة الثانية. من هون مبين علينا بقايا المدينة الأثرية الموجودة بالجهة الشرقية، مساحتها تنوف على القلعة مرتين. القنطرة الموجودة علينا هون مبين علينا من هون واضحة كتير، هي عبارة عن جامع المدينة، جامع عملاق. طبعا موصلين نحن هون حوالي 40 خزان. في مباني هون يمين ويسار المدخل الأساسي، طبعا هي كانت عبارة عن مباني للنوم للجنود والحراسة. وصلنا على مباني بتتوسط القلعة، هي مباني الحقبة الأيوبية. طبعا يعني انضافت على القلعة بين عام 1188 حتى عام 1260 الحقبة الأيوبية. طبعا يلي كان الحاكم كان هون حكينا عنه اسمه ناصر الدين وابنه ظفر الدين، هن أضافوا للقلعة بأمر من صلاح الدين. راح نشوف أول شيء هون الجامع، مدينة الجامع المملوك الأيوبي المربعة. طبعا في كتابة إسلامية تاعنا وحجرة الساقف تبع العتبة. هون في جمعية جزاها الله خيرا، هي جمعية دار العطاء الخيرية، عملت له تأهيل للجامع على حسابها، طبعا جزاهم الله خيرا تماما. الجامع جاهز 100%. طبعا بنارة حلوة، ترك بطاقة شمسية وفرش سجاد. طبعا قاموا بعملية إزالة الكتابات الموجودة على الحيطان كانت وتأهيله بالشكل المطلوب، يعني رجع تمام 100%. جنب الجامع هون راح نشوف كتاب، كانت هي عبارة عن مدرسة، كانت كتاب لتعليم القرآن. هي المدرسة عبارة عن كتاب كانت لتعليم القرآن. هون في الشمينين نحن نستخدمها بالشتوية، الشمينين القديمة الموجودة هون بالحيط نحن عم نستخدمها شتاء من شان التدفئة، ونركب صوبة حطب أنا ورفيقي أمير. هون راح نشوف بعض اللوحات اللي بتحوي على معلومات وشرح دقيق عن القلعة، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. حتى هون راح تشوف سقوط قلعة صهيون، بعض المعلومات عن القائد صلاح الدين الأيوبي كمان موجودة على الحجرات يلي تحت. بس خلصت بعض الحجرات المهمين احنا محتفظين فيها هون، تحوي مقرنصات، زخارف نباتية كمان هون، بعض تيجان الأعمدة، حجرة بتحمل نقش هندسي إسلامي، نقش هندسي نعم. بعض الحجرات قلة المنجنيق اللي كانت ترمى القلعة، بعض الحجرات اللي كانت تتواجد بالكنائس اللي بتحوي على الإشارة مثل الشمس في كنيسة الشرق. قصر الأيوبي، واجهة القصر الأيوبي عبارة عن واجهة مقرنصات، ديكورات إسلامية واضحة فيه حرفية كبيرة. طبعا في بقايا لغرف في الطابق العلوي، عبارة عن 4 غرف. رح نشوف هون القاعة، هي قاعة عرش مصغرة. بقايا الغرف الاستراحة هي بالطابق العلوي، في درج جانبي بيطلع. في الداخل هون في الحمامات للعائلة الحاكمة، بتوسطها نافورة مي وإيوانات للجلوس بعد الانتهاء من الحمام. نافورة مي، قنوات للصرف الصحي. هون مقلو إيوان 2 3 للجلوس. غرفة جانبية لخلع الملابس هنيك، خلينا نشوفها. طبعا كل غرفة لها صرف صحي يعني. هاي غرفة. هون في يا عمي على حوالي 40-50 خفاش، لا تقلق ما في فاعي. لا ما في، هدول مكتر هدول. هلا رح نشوف الأكثر. هاي غرفة جانبية. عندنا هون 3 غرف حمامات، يعني مثل مبدأ حمامات سوق، جواني براني وسطاني للمي السخنة والباردة والحارة جدا. أحد الغرف هون شوفها. غرفة هون الصغيرة للحمامات، هاي الأصغر. خفاشات الموجودة بالسقف هون طلع على السقف. كم فيهم واحد؟ يا إلهي يا إلهي، قلت لك 3000 واحد، عندي صرت تضحك. شايفين الرفيع شو كتار؟ اي والله كتار. أكثر شيء بيميز هالمبنى الكتاب الإسلامي المقروءة هون على الحجرة، آخر سطر: المنصور أعز الله أنصاره وأدام اقتداره. واضحة كتير. حجرة كتابة متآكلة. الأرضيات الأساسية هي عبارة عن بلاط. من هون منظر للجهة الشرقية، برج الملك وبرج السجن، الاسطبلات والقناطر الموجودة فوقها.
حمامات هون، انابيب المي الساخن والبارد، موقد للنار. طبعا عندي خزان رئيسي فوق، خزان ثانوي تحت للتوزيع، وانابيب المي واضحة بالحيطان كتير بارد وساخن. بارد وساخن نعم. خزان مي كبير رئيسي. هاي الخزان الرئيسي للشرب، حجمه تخزيني لهذا سعة تخزيني حوالي 4500 متر مكعب من المي. طبعا هذا تجميع مياه امطار. اكثر شيء بيميز اليوم السمكات اللي ارضيته شوف لها السمكات محل ضرب الشمس عن انعكاس الفتحه. حطينا احنا 5 سمكات صاروا شي 50 وحده. طبعا هي اللي شايفينها هون البعض بيفكر انه هي لمنسوب المي، لا الحقيقه هي ما لمنسوب المي، هي الحجرات الموجوده هون متاخده على الشغله للجهه الثانيه، يعني منسوب نفس المنسوب بين هون وهنيك. طبعا هي كانت تستخدم من اجل عمل الكفراج الخشبه لبناء الاقواس هي تماما. رح نشوف هون كان بابها الاساسي للنزل الى. طبعا نتيجه انهيار المباني بالقلعه البيزنطيه ارتفع منسوب التربيه هون، وهي الباب تحت طبعا في درج نازل له كمان. نحن بالجزء الغربي من قلعه صلاح الدين، نحن بالجزء الغربي من هون ببين علينا قديش مساحه القلعه كبيره. طبعا بالنص بين الابراج، المبنى اللي بين الابراج هي الكنيسه البيزنطيه. طبعا بعد منها ب 60 متر اكتشفنا مع البعثه الفرنسيه ب 2007 كنيسه ثانيه، طبعا تم توثيقها مع البعثه الهنغاريه 2018. عندنا البرج اللي نازل هنيك نزل بالزلزال، هو برج بيزنطي. شو هذا؟ نزل بالزلزال، نزل منه حيطين والحيط الثالث اي للسقوط بالاضافه للسقف 3/4. عندي هون برج 2 3 ابراج. شوف البرج هون بالزاويه، هذا برج متصدع كمان، هاي اللي مركز عليه الكاميرا، برج متصدع كثير اي للسقوط على جهه الشمال، يعني بينزل له شي 70 80 متر واكثر لحوالي 150 متر. ابراج صليبيه دفاعيه. البرج اللي جنب الكنيسه تماما من جهه اليسار هو جهه الجنوب هلا اللي رح تكون عمليتنا اليسار، هو عباره عن برج ايوبي لزق الكنيسه تماما. طبعا هون رح نشوف خندق مقطوع طوله حوالي 65 متر لعزل القلعه كمان. الجهه الغربيه هي كانت للمدنيين، والجهه العلويه هي كانت حاميه العسكر في الفتره البيزنطيه اللي هي كانت القلعه المصغره. رح نشوف سد الثوره مبين علينا كثير من هون. هون في نهرين شتاء بيجروا بالوديان المحيطه بالقلعه، بيلتقوا بعد القلعه بحوالي 70 متر. طبعا الدوله قامت عليهم سد هنيك، هو سد الثوره اللي بيسقي الأراضي الزراعية الموجودة عند طرجانو والمناطق المحيطة. طبعا هدول بينباعوا من تحت سلونفة من قرية اسمها الكرس، قرية غنية بالينابيع. طبعا المبنى راح ندخل عليه الآن هو قصر البنات. قصر البنات طبعا ليس قصر البنات كاسم، ولكن في الحقيقة هو برج إسلامي دفاعي بيحكم الجزء الغربي. أكثر شيء بيميزه القاعدة الشرحة الموجودة هون. هلا أنا وعلاء راح يبرد لنا إذا طولنا هون، هواء مرعب بيجيك من الغرب من الوادي. ونحن ليش سموه قصر البنات؟ نتيجة الهواء الشرح كان موجود هون والقاعدة الموجودة، كان هون كافتيريا قديما. وهون راح يبيز عنا قصر البنات إنه برج دفاعي. تطلع هاي برج وهي طلاقات سهام بالجهة الجنوبية، وبالجهة الشمالية كمان برج إله راح نشوفه، وطلاقات سهام أيضا، مرامي سهام كمان. هذا سواد اللي بنشوفه هون بالارضيات المعظم من الخفاشات اللي عم تكون موجوده على الحيطان. هاي نحن بالجهه الغربيه. طبعا اخر موقع عنا راح تشوفه هون عندنا في كنيسه، هي عباره عن الكنيسه الصليبيه الكبيره، بقايا الكنيسه كامله. وبالجهه الجنوبيه هون في معصره زيتون، لكن النباتات غطت معظم اجزائها. معصره زيتون متكامله فيها حوالي 17 خزان تماما على اليمين، بالاضافه لمبنى المعصره هو تحت محافظ على وضعه، لكن بحاجه لازاله الغطاء النباتي عنه وهالاعشاب هي مشان تظهر بالشكل الكويس ليتمكن واحد من زيارتها. الجدران مبينه هون، وهون في خزانات، حتى الخزانات يعني انك تمشي بيناتها خطير. في طبعا المسارات هي اليوم بتريح الزائر، والا المسارات كان صعب المسير بالقلعه نتيجه الامطار الغزيره بتصير شتاء هون، فالنباتات بترجع بتنمى بشكل كبير، ومعظمها هون نباتات حراجيه مثل السنديان، البطم مثل ما شايف انت. عندك هي النبته الطبيه كثير منتشره هون اسمها ارتيميزيا او جمامه الشيخ، هون اسمها المحل قبار. كل نباتات ما بتموت بسهوله وبتفرع بالربيع بشكل كبير وبتنمى كثير. وعندنا شجر العليق قديس احنا بنقول محليا، هذا يعني كمان مشكلتنا الكبيره هون بيغطي معظم الجدران. صار هلا نحن رجعنا على المدخل وعملنا لفه كامله بالقلعه. حياك الله، نتمنى انه نكون ادينا واجبنا معكم بالشكل المطلوب. بتمنى انه تكون هاي الجوله عجبتكم. هذا جمع من العهد الايوبي مثل ما خبركم بقلعه صلاح الدين. هذا هو المدخل الرئيسي لقلعه الحصن. الزيارات قليل السياح قلال. نتمنى إن شاء الله أنه يتحسن الوضع السياحي بالبلد. بشكر كل القائمين على مديرية الآثار والمتاحف
وزارة الإعلام على تسهيل هاي المهمة لحتى تشوفوا هاي الصور إن شاء الله. هذا طبعا الوادي كان هو عبارة عن درع طبيعي لقلعة الحصن، ولكن صلاح الدين لما اجى من هذا المكان بحسب ما خبرني الدليل السياحي الأخ. والدرج ما قلت لكم قبل شوي إنه 200 درجة، هن 141 درجة بالضبط، والدرج مريح. شايفين تطلع برياحتك ما في أي مشكلة نهائيا. لما خلصنا أول كم درجة في هون مصب كبيرة، في عنا الوادي. هذا وادي عبارة عن حصن أو درع طبيعي للحصن البيزنطي. توالت على الحصن أو قلعة صلاح الدين العديد من الأمم البيزنطيين، بعدين اجوا بعد فترة اجوا الأيوبيين، وهذا الدرج لتحت بصير في مصف السيارات. شوفوا لي الأشجار شلون حانية بسبب يعني انه بمكان كتير منحدر، واكيد صار في انزلاقات بالتربة عمل حدر للسرو بشكل كتير كبير. اما هوا هون ما في هوا لانه القلعة حامية. طبعا القلعة جدا عالية، حامية المكان بشكل طبيعي بشكل قوي جدا. خلونا نقرب شوي هيك بتشوفوا قوة الانحدار الموجودة أو المنحدر. وادي جبل. حاليا أنا موجود في أحد الشواطئ بمدينة اللاذقية جنب الشاطئ الأزرق. نتمنى من القائمين على هاي المنتزهات المحافظة على النظافة قدر الإمكان. مو معقول يعني واحد يمشي على الرمال يلاقي في قطع بلاستيكية، قطع إزاز. أمر خطير جدا. بلدنا حلوة جدا 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 مقارنة بالكثير من البلدان، ولكن يجب الانتباه لموضوع النظافة. ومن كورنيش الذي نختم جولتنا بهذا الفيديو. اتمنى يكون فيديو قلعة صلاح الدين عجبكم. قلعة صلاح الدين موجودة بمحافظة اللاذقية طبعا، ان شاء الله يكون عجبكم. حاليا رجعنا للدرون، عم تنزل الدرون محلها، وهذا مكان جميل جدا، ولكن اليوم كان كثير شوب مثل ما كنتم شايفين. حوالي هون صيادين، العالم عم تسبح، العالم عم تسبح، وهون في مثل خليج صغير العالم هذه عم تسبح. بترككم في امان الله. استنونا طبعا بفيديوهات جديده ان شاء الله من محافظات جديده في سوريا، دول جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.